Ni hao, hoş geldiniz. Welcome back to another video. النهاردة هروح الكلية، هستلم لبس التدريب الصيفي بتاعي. التدريب بتاعي هيبدأ يوم 1 أغسطس، فهنروح نجيب اليونيفورم. الأسبوع اللي فات منزلتش فيديو عشان ما كانش عندي حاجة اصورها بصراحة، فقلت بما ان انا رايحة الكلية النهاردة ليه ما اخدكوش معايا في اليوم، نشوف اليوم هيمشي ازاي وهنعمل فيه ايه. والكل اللي بيسأل انا في كلية ايه، انا في كلية سياحة وفنادق في السنة التانية، يعني لسه هبدأ سنة تانية في شهر سبتمبر. كلية. هلو. الاوتفيت بتاع التدريب بتاع الكلية، بصوا، ده مرش الكلية وده مرش التدريب. وفي كمان الكاب. استنى، شكله تحفة. الكاب شكله حلو عامة. هبدأ التدريب زي ما قلت لكم يوم السبت الجاي اللي هو 1 أغسطس يعني. فلما أبدأ التدريب هحاول ان انا اخدكم معايا في اول يوم في التدريب واصور لكم هناك على قد ما اقدر يعني. فتقييم بقى للاوتفيت بتاع التدريب، هو اللون عاجبني بس غير كده لا. بجد. اوكي كده ابقى جبت لبس التدريب بتاع الكلية، وبعد كده هنشوف باقي اليوم هيمشي ازاي. ما وريتكوش الميك اب، هو اتمسح عامة يعني من الحر، بس اتس اوكي، شكله حلو. حلو. بعد ما وريتكم لبس التدريب بتاع الكلية نمت شوية، وبعد كده صحيت اتغديت وقعدت اعمل شوية حاجات، وحاليا قلت نسيت ان انا ما صورتش، فقلت ان انا افتح واكمل تصوير للفلوج عشان انزله لكم بكرة. فحاليا ايش هنسوي؟ حاليا هذاكر صيني. بص هوريكم حاجة، ده دفتر الصيني الجديد بتاعي. انا اللي عاملاه، عملتله كاستمايز كده شويه، طبعت ستيكرز ولزقتها وكده يعني. ومن جوه كاتبه في اول صفحه بس بصراحه، واخر صفحه كمان. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس اتمنى تكونوا شايفين يعني. وكمان في اخر صفحه I think يلا. بس فدلوقتي هقعد اذاكر صيني، بس المرة دي مش هذاكر اللي هو هذاكر منهج بقى واحفظ وكده. انا اكيد هحفظ رموز لان دي اكتر حاجة بتبقى بالنسبة لي متعبة جدا، بس المرة دي مش هذاكر مثلا جرامر او لوفا او ايا كان او كالتشر حتى. المرة دي هعمل شادوينج، هسمع مسلسل صيني اللي هو هيدن لاف، بحبه جدا بصراحة. وقفت الحلقة 28 قبل كده، قبل حتى ما اتعمق في اللغة الصينية واتعلمها وتبقى لغتي في الكلية وكل الكلام ده. اتفرجت على المسلسل حبيته، فقلت اعيده تاني بما ان هو كمسلسل، هو مسلسل سهل، الحاجات اللي بتتقال فيه سهلة وتنفع ل HSK1. فقلت ان انا اسمعه واعمل شادوينج معاهم، اسمع واحاول ان انا اعود ودني على اللغة الصينية زي ما انا متعودة على اللغة التركية من كتر ما بسمع مسلسلات تركي. فحاليا محملة اول حلقة على اللابتوب، فهفتحها اقعد اعمل شادوينج واسمع، ولو في حاجة، لو في مثلا كلمة انا عارفاها او كده هكتبها في الدفتر. من انا كاتبه في النوت بوك من ورا، اللي هو دراما تشاينيز دراما، اللي هي الدراما الصينية. ف هكتب ورا اي حاجة اعرفها
اي حاجة اعرفها في المسلسل او في الابيزود، يعني بمعنى اصح ان انا هتفرج على ابيزود 1، الكلمات او الحاجة اللي هسمعها واكون عارفاها في ابيزود 1 هكتبها من ورا، بحيث ان انا اعود نفسي اللي هو في كلمات انا عارفاها. فبس هقعد اذاكر دلوقتي او اذاكر واتفرج في نفس الوقت I think. اوكي يلا بينا. اوكي حاليا خلصت الحلقة، طلعت منها تقريبا 15، يعني منهم سؤالين والباقي كله كلمات. دي انا كنت عارفاها، في حاجات انا كاتبه البنين بتاعتها غلط لان انا ناسياها، وبس يعني ناس ان انا عرفت اطلع كلمات لان هما بجد بيتكلموا بسرعة والنطق يعني نوعا ما شوية مختلف عن اللي انا متعلماه او على يعني اللي الدكتور بتقوله لنا. فبالنسبة لي ان انا كنت اجمع فصعب شوية، ودي لان دي اول مرة اتفرج على حاجة صينية، لان انا لما كنت بتفرج عليه زمان ما كنتش مركزة بصراحة مع النطق، انا كنت بتفرج بس وبشوف الترجمة، ما بركزش ان انا اسمعه. فالمرة دي عشان سمعته كان في شوية حاجات كده تجربة جديدة كده فاهمين. بس فبصوا دول 15 في منهم سؤالين والباقي كله كلمات. it's okay، دي حاجة حلوة جدا بصراحة بالنسبة ان هو episode 1 اول حلقة طلع منها 15 كلمة وسؤالين، that's nice. فبس اتوقع ان انا بصراحة هوقف لحد كده واكمل الصيني بكرة، لو بكرة مثلا اذاكر جرامر واكتب خنزي وكده وبس. هنوقف صيني لحد كده بصراحة، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. ان انا عايزة اعمل بودنج بالشوكولاتة اللي هو حاجة كده بتبقى زي الكاستر شوية وتكون ساقعة عشان الحر والصيف. ف حضرت الانجريدينتس بتاعت الوصفة وكده هنعملها مع بعض. بصوا انا حضرت الحاجة، حضرت الكاكاو والنشا واللبن والميه، لان احنا مش من النوع المحبب قوي ان البودنج كله يبقى لبن، فبحط نص كميه لبن نص كميه ميه والفانيلا. هي الوصفه هي اللي قالت انه في فانيلا في الموضوع. فبس فحاليا هنشوف هنعمل ايه بقى عشان احط فيها الكميه يعني بتاعت اللبن والميه. والوصفه قالت كوبايتين لبن، فانا هحط كوبايه لبن كوبايه ميه. اوكي انا خايفه يتكبر مش حطينا اللبن، نحط الميه بقى، احط الميه واجيلكوا تاني. اوكي حطيت الميه وحطينا اللبن، دلوقتي هنحط النشا، والنشا هما معلقتين كبار تقريبا، دي معلقه ودي معلقه تانية. اوكي بعدها هنحط معلقتين من الكاكاو الخام، فهحطه وبعد كده هوريكم بقى. اوكي ده بيبقى شكله بعد ما حطيت الكاكاو، وهقعد اقلبه شويه كده على البارد، بس طبعا عشان النشا لزق في الحله حرفيا، فهقلبه شويه وبعد كده هرفعه على النار. وبعد ما هرفعه على النار هحط عليه 4 معالق سكر وهحط الفانيلا وبس كده، واسيبه بقى يستوي على النار شويه لحد ما يتقل، وبعد كده هسيبه يبرد ونحطه في الطبق. فهقعد اقلبه كده شويه لحد ما ادوب النشا يعني ادوب النشا اكتر، وبعد كده هنرفعه على النار. اوكي بصوا
استنى. حاليا انا دوبت النشا، دوبت الكاكاو، وحطيت ال4 معالق بتوع السكر، وحطيت الفانيليا، وحاليا هقعد اقلبه بقى لحد ما يستوي ويتقل شويه، ويكون قوامه كده تقيل شبه البودنج والكاستر كده يعني. ده قوامها بعد ما تقل شويه. تحفه، شكلها تحفه اوي. بعد ما حسيت انها بدأت تتقل، اديت النار بصراحة، خليتها كده انها خفيفة شوية بدل ما لما كنت معليها يعني. فبس فهي هتتقل شوية كمان، وبعد كده هطفي عليها واحطها في اطباق واستناها تبرد، وبعد كده احطها في التلاجة لحد ما تسقع بقى وتمسك نفسها كده شوية. ريزلت. حاولت ان انا اخلي شكلهم هما الاتنين حلو شبه دي، بس لم تظبط معانا، ما علينا. هسيبهم دلوقتي يبردوا شويه قبل ما احطهم في التلاجة. وزينتهم من فوق بكوكونات مع ناتس وكده. لقيتهم عندنا جوز هند اللي هو المبشور الناعم دوت، ومكسرات وسكر، فزينتهم من فوق بيهم. فبس سيبهم يبردوا، نحطهم في التلاجة، وبعد كده هناكلهم. اوكي، بعيدا عن منظري هذا، بس قلت ان انا انهي الفلوج معاكم. كده وصلنا لنهاية فلوجنا النهاردة، وان شاء الله السبت الجاي هحاول ان انا اصور لكم وانا في التمرين بتاع الكلية. ولو جربتوا البودينج قولوا لي في الكومنتات. وبس، باي باي.